السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، غنبداو هذا اللايف. راه ما يدخلوا الإخوان والأخوات اللي معنا في الصفحة. كنتمنى أن هذا اللايف اللي شافوا يبارطاجي. أتمنى من أي واحد شاف هذا اللايف يورك على البارطاج. ضطررت أنني ندير هذا اللايف باش نوضح، خلا داك الشادة والفاتة غنوضح لكم كلشي من ألف إلى ياء. غندوي في كلشي، تنأكد لكم في هذا اللايف غندوي في كلشي. اللي دخل يبارطاجي هذا اللايف اكبر عدد ممكن باش غير يوصل الميساج، لان بعض المرات تتكلم وتخصك تعاود تتكلم وكيخصك تعاود تتكلم باش الميساج يوصل، لان كاينين الناس ما توصلهمش الميساج، وربما كان هذا هو العنوان وهذا هو الهدف ديال واحد الجهه اللي بصح بغاتني نبيع الماتش. شمن الماتش الله اعلم، ولكن ما نقولش الله اعلم، انا عارف. فاليوم غادي نجاوب على تعليق واحد، ومن خلال هذا التعليق غادي ندوز بزاف د الحوايج. ف بارطاجيو باكبر عدد ممكن بما يطلع اللايف الاخوان. نشوف التعليقات ديالكم، قراو بعض التعليقات وغندخلوا ان شاء الله في صلب الموضوع. مي تنطلبكم اي واحد دخل يبارطاجي. تحياتي لجميع الاخوان شرفونا بالمدن ديالكم باش نبداو على بركه الله. نبداو اخوتي. ف ما تيطلعوش ليا التعليقات، الا كان ممكن الاخوان ديروا تعليقات باش نشوفكم. اول حاجه بغيت نجاوب عليها هي مشكره محمد بنيس، بعتي الماتش حيت مشيتي لكندا. انا عارف 100% ان المحتوى ديال هذه الصفحه بعيد كل البعد على بعض اللقطات اللي مره يعني مثلا انا غنشر صوره مثلا فرحان براسي، ولا فرحان مع الوالده ولا مع العائله مثلا في طائره مثلا، ماشي المحتوى ديال الصفحه. اذا بزاف ديال الناس غينتقدوا زعما هذا الشيء، انا متفهم وعادي جدا. غير خاصكم تعرفوا ان المجيء ديالي لهاد البلاد ما عنده حتى شي علاقه لا بانني غنستقر هنا غنجلس، ولا شي حد شي جهه معينه ما نعرف شكون، شي جهه قالت لي سير ولا دير ولا. انا واحد الانسان مستقل كندير داكشي اللي تيبان ليا انا انه خاصو يدار. هذه من جهه. من جهه اخرى، واش مفرط في الصفحه؟ مليار في المية. يعني واش مفرط في الكونتوني ديال محمد بنيس والشكاره اللي تعرف به؟ مليار في المية. كنعترف انا مفرط لظروف شخصيه عائليه نفسيه بزاف د الحوايج. انا عارف شنو الناس باغيين وشنو الحوايج اللي خاص نديرهم وما تنديرهمش، وباذن الله نرجع نديرهم. ما كاينش مشكل، حتى شي واحد ما كيتحكم فيا، حتى واحد ما كيقول لي ما تدويش، حتى شي واحد ما كيقول لي ما تحاربش الفساد، حتى شي واحد ما كيقول لي ما تكلمش على المفسدين ديال البلاد. بزاف ديال الناس تيقول لك خاصك تقول كلمه حق. دابا انا نقول لكم كلمه حق. يلا فين غيوصل هذا الفيديو؟ كلمه حق على البلاد. كاين الفساد، كاين المفسد، هادشي حنا ماشي عايشناه. كنت اول مواطن مغربي غيدير فيديو على المقاطعه، بحكم انني انا كنت في ذاك الجروب، واول واحد قال للشعب، قال للمغاربه وراه بواط كومونيكاسيون وشركه ديال التواصل هو عبدو ربي. ولكن حنا ضروري خصنا نسمعوا الكلام من عند مدونه، ونتفاجئوا في 2025 من كلام خرجت واحد المدونه، نتفاجئوا كلشي متفاجئ، مع العلم انني كنت اول واحد. والناس اللي كانوا في جنبي عارفين هادشي. اول واحد تعرض عليه انه يشد الفلوس ويسكت وما يحاربش هذيك الحكومه ويحارب الحكومه اللي قبل، اول واحد هو انا. اول واحد سرب هادشي.
اول واحد. ولكن انت الحيط القصير، حيت واحد النهار بنتي بواحد الصوره ما خاصكش تبان بصوره اخرى. مشينا قلنا لهم ودي راه كنقراو في المعهد العالي للاعلام والاتصال. وشكون انت اللي تقرا في المعهد العالي والاتصال؟ راه عندي ديجا ديبلوم خديته في 2015. كي درتي تاخديتي الدبلوم غدو بعد غدا حفيتي سنانك وعينك وقريتي وليتي محامي؟ كي درتي ليا؟ علاش حنا بيناتنا الحقره؟ علاش كنحقروا بعضياتنا؟ هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، انا جيت انا غير واحد التقديم بسيط وغادي نرجع زعما غنفصل في هذا الموضوع. بالنسبه لكندا الاخوان، انا جيت عن طريق العائله ديالي، كاين ما يتخبى. جيت عن طريق العائله ديالي واحد السنوات هذه، يعني هما تيرغبوني باش نجي. عائلتي تيرغبوني من 2016 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 وقبل من 2016. ما تيقولوا لي خاصك شي نهار تجي تزورنا وتشوف هاد البلاد هادي. ما عمرني ما كان عندي زعما ما كانت عندي فكره، ما كانتش عندي فكره نجي، وكان بامكاني زعما حياتي. ولكن دابا انا تنقول للناس انا جاي عن طريق دعوه، وهذيك الدعوه اللي جيت بها انا عندها واحد القانون اللي هو خاص تكون انت كتوفر فيك واحد الشروط. بزاف ديال الناس بغاو يعرفوا المعلومه، غنقولوا المعلومه وغنرجع للموضوع اللي ضارني بزاف غنتكلم فيه. فكيف قلت لكم، انا جيت عن طريق دعوه ديال العائله ديالي. الام ديالي جات اكثر من دابا راه 5 المرات وهي تجي. اذا عائلتي كاينه هنا، فصيفطوا لي دعوه، ومن وراء الدعوه كان خاصني نجستيفي القنصليه ديال كندا بانني خدام في بلادي بلاسينيسيس ديالي بالخلصه ديالي بكلشي، وعطيتهم هذا الوراق ياك. ومن جهه اخرى كتعطيهم يعني بعض الوثائق اللي كتخلي هذه الدوله انها تثيق فيك انك انت ما غتهربش بالعربيه التعربيه، غتبقى. فهذه هي هذا هو المجيء ديالي. المجيء ديالي عباره عن مجيء سياحي، فيزيتور، باش نحضر الولاده ديال الاخت ديالي الله يحفظها هي ووليداتها، ويحفظ لها راجلها ويحفظ لها العائله ديالها والعائله ديالو، الله يحفظهم يا ربي. فهاد الشيء اللي كاين، انا جاي مع الام ديالي كنشوف. فهاد الشيء جا تزامنا مع عيد العرش. خرجنا فرحنا. جا تزامنا مع واحد الدعوه اللي تلقيتها، اللي كنشكر يعني الفنانه ليلى الكوشي، دعاتني باش انني او صيفطت لي دعوه باش انني نحضر لواحد الحفل. فهاد الشيء اللي واقع، ما كاين حتى شي حاجه. بزاف ديال الناس تيقول لك اودي بعتي الماتش حيت مشيتي وما بقيتيش غتجي وكيفاش وعلاش. راه ما كاين والو الاخوان، انا جيت باش نعاين وباش نشوف ودرت الحمد لله. وهذا الشيء اللي كاين. ندوزو دابا من بعد لقيتي عقد عمل وبدلتي صلاتي. خويا الا لقيت عقد عمل وبغيت نبدل صلاتي، هذيك زعما حياتي الا بغيت. زعما انا زعما ماشي لهذيك الدرجه ديال ان الانسان غيبدا يحاسبك. وانا فاهم انه بعض الحوايج راه كعطله، انا تنقولها، هما خارجين على داكشي. علاش تبنات هذه الصفحه خارجين كنعترف، ولكن انا في واحد العطله. فزعما اي صوره مثلا فنقدروا زعما نمروا مرور الكرام، الا انني نستغل واللي تضحك عليا من طرف شي ناس هنا. هذه ما غاديش نقبلها. زعما شي ناس يدعيوا مثلا الوطنيه ولا يدعيوا بانهم مزيانين هما ما مزيانينش وبيتسول. فانا هنا ما نبغيش يتضحك عليا. هذه من جهه. فلهذا الاخوان انا ما كاينش شي واحد اللي تيقول لي دير شي حاجه، وما كاينش شي واحد تيقول لي نشر، وما كاينش شي واحد تيقول لي شكر ولا ما تشكرش. تندير داكشي اللي انا تيبان لي انه خاصو يدار. هذه من جهه. من جهه اخرى البيعان ديال الماتش، اول واحد جلسوا معاه باش يخدم في شركه ديال التواصل هو انا. وهذا الشيء راه قلنا لكم شحال هذه. اول واحد جاب محامي لحمله المقاطعه هو انا. والناس اللي كنا في جنبهم راه قلنا الهضره ودوينا. اذا انا كنت بغيت نبيع الماتش كنت بعته ب 5000 درهم شهريه لمده ديال 5 سنين ولا ما عرف شحال ديال الوقت، وناخذ الاشهارات. وهذا الشيء علاش انا اخر حاجه تلقاني كنديرها هي كنمجد شي حزب. انا دويت غندوي على جلاله الملك،
بحكم انني انا واحد الانسان مر من مجموعه ديال التجارب، عارف علاش كنشكر جلاله الملك. انا عارف علاش، عارف القيمه ديال جلاله الملك، عارف القيمه ديالو. ما كنتكلمش خوفا، وما كنتكلمش استغلالا للكلمات الملكيه. انا ما كناكلش بسميت عشا الملك الفلوس، ولا شي حد كيقول لي قول هكا باش يتفتحوا لك افاق. انا ما حتى شي واحد ما غيفتح لي افاق، وحتى شي واحد ما عمره شي واحد جا قال لي دير باش نديرو. لا، هادشي ما كاينش. ولكن كانت جلسه بطريقه غير مباشره، وهادشي قلتو وجلسوا معايا وبغاوني نبيع الماتش وما بعتوش، وبقيت راجل. ومن بعد تم ترويض الرأي. شكون المرحله اللي خرجت الذباب الالكتروني، وشكون المرحله اللي خرجت ما يسمى ب ترويض الراي العام. هادشي اللي داروا، شدوا الراي العام وروضوه كيف ما بغاو وداروا ترويض الراي العام. وعلاش انا من بين الناس اللي غبرت في واحد المده، لانه الفيديوهات ديالي ما بقاوش كيتشافوا، وبنادم ما بقاش كيدخل للصفحه، وتحاربت لي الصفحه، وما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه. وهادشي بالدليل من طرف من طرف واحد الجهه اللي بغاتني نكون داعم ليها، يعني نطبل الباطل. ما بغيتش. اجاب با يوسف اجي اسمح لي. فلهذا انا ما بغيتش نبيع الماتش، وما مره ما جوج. ولكن هذه كانت زعما شي حاجه اللي كتقول بحال كيف ما كنقولوا مضمونه انك غتاكل الخبز. وما بغيتش يا عباد الله. ما بغيتش حيت ما بغيتش، وكنت في امس الحاجه انني يعني محتاج الفلوس. ما بغيتش. فلهذا الا كنا غندوي على واش بعتي الماتش، ما بعتوش وما بغيتش نبيعو، وخرجت وفضحت كلشي وتاديت. هاد الفضيحه اللي فضحت انا ديال هاد الروينه ديال المقاطعه وميسا قالت وما نعرفش شنو. انا اول من سرب الكلمه ديال 5000 درهم شهريه، عبدو ربي، وبكل فخر واعتزاز كنقولها، عبدو ربي. انا قلت انا اللي خرج هذا الكلام، وانا اللي سرب، واول واحد سرب هذا الكلام هو عبدو ربي، واول واحد قال لكم ودي راه كاين شركه ديال التواصل. صافي مررنا مرور الكرام وانتهى الكلام. فلهذا ما كاين لا باع الماتش لا ما باع الماتش. في واحد الفتره معينه، فتره زمنيه، الانسان تيوقعوا ليه مشاكل في حياته، تتكبر المسؤوليه. انا الوحيد باش تفهم هادشي ما خاصنيش نقولو، لكن غنقولو. تحياتي خويا. انا الوحيد، يعني عند موالين الدار وعندي مسؤوليه ديال الام وكذا وبزاف د الحوايج. فانا طبيعي يتخربق لي الكارت ميموار في هذا الانترنت، طبيعي انني نهرب، طبيعي انني دويت اخويا. انا في واحد الوقيته نوض انت كمل اخويا المسيره وهضر دوي يلا. علاش زعما حنا علاش حنا كنديروا ديك تبيع العجل؟ واخا ودوي انت يلا. المخير ياك اللي كيديروا تعليقات وتيقول لك هضر على الفساد. دوي اخويا انت على الفساد نشوفوا. لا انا ما معروفش، لا غدا غتولي معروف. كنعرف صفحات غيحطوك كاملين. نوض تكلم، انت مواطن مغربي من حقك تكلم اخويا. قول حسبي الله ونعم الوكيل. قول اخويا راه الزياده في الاسعار. قول اخويا ما عجبنيش رئيس الحكومه اخنوج. قول الخرجات ديال وهبي جد مستفزه وكيضيق علينا حريه التعبير. وها هو كلام الحق. انا تنقولوا بارطاجي، يلا بارطاجي انت واللي قادر يقول هذا الكلام يطلع. زعما حنا خايفين. انا خايف مثلا. ما عنديش مناش نخاف. نقدر نقول داكشي اللي تيبان لي انه قانون نقولو. ياك ما تنسبش، ما تنحرضش، ما تنهبش، نقول. ولكن نكونوا رجال كاملين. يا نكونوا رجال كاملين يا ننسحبوا. يا تكون مرحبا، يا نكونوا رجال يا ننسحبوا. ماشي واحد غتشدو ديرو قدامك وديرو بحال تمخضو. دوي هضر تكلم دوي. هذاك الشيء اللي قلت انا في واحد الوقيته، اقسم بالله الانسان ما نحتاج زعما نقول هذا الشيء. ولكن انا كنت شوف، ربي شاهد، في سبيل الله وصدقه جاريه لواحد الاب ديالي مرحوم الله يرحمه ودعيو معاه بالرحمن. هذا هو الهدف. حتى دوك الحالات اللي كنت
ندير يدي معاهم، اقسم بالله لكنبتغي بهم وجه الله، وكنقول يا ربي يا ربي تجعل ها صدقه جاريه لداكشي اللي ما قدرتش نديرو مع بابا الله يرحمه، نديرو مع هاد الناس، وتقبل يا سيدي ربي في الصحيفه ديال الوالد ديالي الله يرحمه. هادشي اللي كنت باغي انا، ما باغي حتى شي حاجه، وبالرغم من انك كتآدى من هذاك المواطن اللي انت درت شي مشكل. في واحد الوقيته كنت درت واحد الكونسيبت اللي سميتو محاربه مافيا العقار. وفي الوقت ديال محاربه مافيا العقار خاصكم تعرفوا دابا كاينين شي حوايج. شي واحد كان دوا معايا وسجلني وقلت ليه فلوس ديال الترونسبور وفلوس ديال التنقل، لان انت بنادم ما نعرف فين هو انت وفين هو، وكيتخيل انك غتجي دير انت فيه اجر، وهو عنده هو جاي كيناقش معاك موضوع ديال مليار ولا موضوع ديال 300 مليون ولا ديال 500 مليون، وكيقول لك راه مشى ليا وبغى يمشي ليا وهاد الارض دات ليا. انا كنت كنقولها بكل فخر، كنقول لهم اودي انا ما كنطلبش حاجه كبيره، ولكن في هذا الوقت اللي عطيكم انا وقتي عطيوني غير فلوس التنقل باش وشي واحد عيب وقال لك كيقول الناس عطيني كينصب على عباد الله قال لهم عطيوني. وانا باش غنجي انا ملي خدام في لانازا باش غنجي زعما باش غنتنقل. فلهذا في الوقيته اللي كنت كندير هذا الكونسيبت ديال مافيا العقار راه شفت العجب العجاب. حمدت لك يا ربي، حمدتك يا ربي بصحيحتي وباقي بخير بحال، حمدت الله وشكرته. العجب العجب، وكنحارب داكشي وفي قلب المغرب، وحاربت يعني في البلاد، حاربت مافيا العقار ومواضيع. ونقول لكم واحد القضيه انا غنقولها، غنجدد الكلام. جلاله الملك تدخل جوج المرات في مواضيع تطرقت لهم بوحدي، وتدخل، وكاين اللي مشى فيها للحبس. في هاد الوقيته كيف قلت لكم تكثر التعياط ديال الناس، ماشي يعني مريح مثلا في واحد البلاصه وكتنشرنو خصك تنقل وخصك تصو. فيعيط لك مثلا الانسان من انت في كازا، يعيط لك الانسان مثلا في طنجه، ويقدر يعيط لك الانسان اخر في في وجده، ويقدر يعيط، وهادو كلهم خاصك انت تلبي لهم الحاجات ديالهم، وكتستنزف منك الصحه ديالك والوقت ديالك والعصب ديالك، وانت واخد الامور بجديه. انا نجيكم من الاخر، انا ما نعرفش نافق. انا لا مشيت كندوي في موضوع ديال انه ندوي على الحق، راه غندوي على الحق، ماشي غنضحك، راه غندوي على الحق. والحق تيبان لي انه حق خاصني نهضر عليه، انا نهضر عليه بغيره. مي في واحد الوقت كنا كنقدروا نقولوا المفسد مفسد، كنا نقدروا نقولوا الشفار شفار، كنا نقدروا نقولوا النصاب نصاب. تبدل القانون، شنو بغيتوني ندير؟ قانون تبدل، دوي على شي واحد تمشي للحبس. لا ماشي من حقك خويا تدوي، ماشي من حقك تدوي، عوك عباد الله ماشي من حقك تدوي. لا انا مراسيل، لا ماشي من حقك. لا انا راه خديت البطاقه راني ناخذ. نو ما عندكش الحق تنعت، ما عندكش الحق تنعت شفار بشفار. عندكش الحق تقول نصام، عندكش الحق تقول شفار، ما عندكش الحق تقول واحد دار واحد ارضو مافيا. واش فهمتوا اخويا؟ تبدلوا بزاف د الحوايج. راه كيبان لي انه الخطه غتبدل. انا ما بدلتش الخطه، انا حطيت سلاح وكنعترف ورجعت للور. عندي واحد الوالده راه مقابله مريضه مسكينه الله يطول لها العمر، راه ما حيلتك القلب، ما حيلتك السكر، ما حيلتك الكلاوي، ما حيلتك الله ينجيها. الكلاوي ما كاينش الحمد لله، السكر، القلب، الطونسيون، العموم. ماشي انا اللي غنحارب الفساد، ولا انا اللي غندوي بصوت شي جهه. كلشي الناس راه خاصها تنوض تهضر على حقها، راه هذاك راه حقك. سير اخويا حل الكتاب، شري كتاب، ولا دخل الانترنت وشوف شنو هو الدستور، داكشي اللي كيخولوا لك الدستور. واش عندي الحق نقول يجب محاربه الفساد؟ عندي نقول. وعباد الله جلاله الملك في الخطابات ديالو كان كيقول للشعب خاصكم تحاربوا الفساد، تحاربوا هذا الفساد. فلذا انا شنو غندير؟ انا راه بشر، انا راه ما خدام. شوف تعرض عليا انني نبيع الماتش في حمله المقاطعه وما بعتوش، وفضحتهم، انا فضحتهم وتاديت وسكت وكملت وسكت، خرجونا في الجورنال. هذه من جهه. تعرض عليا ان مؤخرا
ماشي بزاف ماشي بزاف ماشي بزاف. تعرض عليا انني نكون رئيس، وانا ما عنديش مشكل الاحزاب، رئيس شبابي ديال حزب معين وما رضيتش. اقسم بالله العلي العظيم محمد بغيناك. شكون نتوما اللي بغيتوني؟ ما فهمتش. بغيناك، اتفقنا كامل، او نتوما اتفقتوا في ظهري، اتفقتوا في ظهري باش نكون انا في واحد الحزب. وشنو غنكون في هذا الحزب؟ غتكون رئيس ديال الشبيبه. هذا راه كيدوي معايا، راه هو مول الحزب باش تفهموا، صاحب الحزب مول الحزب. بارطاجيو هذا الكلام تا هو وقطعوه وقادو. انا تنعطيكم نويطات. مول هذا الحزب ما عنديش مشكل زعما نقول شكون نقدر نقول، ما عادي. وعرضوا عليا باش انني نكون رئيس ديال وقلت بلاتي اش غندير انا في اش كنفهم انا في الاحزاب، اش من سياسه انا فاهم. راه كندوي هذاك الشيء على قدي، على حدو على قدو. بوطه زادوا فيها. مره كنا كنديروا ديك اغنيه هادفه تتكلم على الواقع المعاش في البلاد. مثلا ما شكون انا؟ علاش واش غنلبس كرافات وقال لك غتجي دوزام ما بغيتش. هما جوج الحوايج عطيتهم لكم. علاش؟ حيت راجل ما بغيتش. السلام عليكم. فهادشي اللي كاين الاخوان. يعني عاد كيف قلت لكم، ملي كنت كنتلقى الاتصالات من عند الناس، راه كتلقى اتصال خطر. راك انت غادي وغتنقل المباشر وغتنقل داكشي، وخاصك تعرف ان الجهه المعاديه ولا الجهه اللي وما كنت زعما ماشي غير كنجيو نخلطوا عندي مشكل صافي. لا، راه كاين محامي كنتشاور معاه، صديق ديالي وخويا اللي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر، الاستاذ سعيد بوزرده. وانا راني كابر في عائله فيها محامون، الخاله محاميه الله يطول عمرها، خالي محامي عفوا الله يرحمه في هذا النهار عند الله سبحانه وتعالى. ف ماشي غنجي نلعب. فهادشي اللي كاين الاخوان. كانت هاد الخرجه هادي غير باش نوضح فيها شي امور وهنيو بالكم. انا هنا سياحه ان شاء الله غنرجع البلاد في الايام اللي جايه باذن الله. وعندي كامل الصلاحيه باش نقدر نستقر. الناس اللي كيسولوني واش تقدر تستقر، عندي كيفاش نقدر نستقر. في دابا عندي كيفاش انني نقدر نستقر في هذه البلاد. كاين فرص الحمد لله، مرضي الوالدين الحمد لله. ولكن انا مستقر. راني باش تفهموا هانتوما الاخوه، راني خدام. راه بنادم تيقول لك وانت فاش خدام؟ وراني خدام. انا خدام في البلاد، راه عندي خدمتي، عندنا دارنا، عندي الاخت ديالي الله يخليها لينا، عندي عائلتي، عندي عمي عندي خالتي، عندي راه عائلتي، راه عندي انا راه عايش مع ناس، هاز اسره الحمد لله. هادشي اللي كاين. كنا رجال وباقيين رجال. وانا تنقول عوض ندوي وننافق نسكت. انا فضلت اخويا نسكت، ونهار غنبغي نتكلم ولا نهار غنبغي ندوي غنكون راجع بواحد القوه نفسيه عقليه الحمد لله. فهمتوني الاخوان؟ فهادشي اللي كاين. عايشه قالت لك تجي معاك محامي، راه كنعرفو كون يعني ربي يخليك. انا غير وضحت الاخوان، والله يسر امركم والله يسهل عليكم، وتحياتي لكم.